وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. مشهد مشهور قوي في القرآن، ربنا بيوصف فيه شكل الغضب اللي سيدنا موسى كان فيه لما رجع بعد 40 يوم كان بتتنزل عليه التوراة، ورجع لقومه لقاهم عبدوا العجل. طبعا صدمة، أنا رايح أجيب لكم المنهج اللي انتوا هتمشوا عليه وأرجع ألاقيكم بتعبدوا العجل، وهو لسه ربنا منجيكم من فرعون بمعجزة كبيرة جدا. المشهد صعب قوي. سيدنا موسى مسك التوراة أو الألواح وحدفها في الأرض. انت متخيل لو انت شفت بني آدم قدامك بيمسك المصحف وبيرميه في الأرض، انت ساعتها هتقوله ايه ولا هتحس ناحيته ايه؟ وبعدين راح لاخوه الكبير يشد راسه ويشد لحيته، واخوه الكبير بيستعطفه بيقول له يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ان القوم استضعفوني وكادوا ان يقتلونني. سيدنا موسى لما لقى الاستعطاف ده بدا يهدى، بدا يسمع، بدا يعرف الحدوته ايه، ان في حد اسمه السامري وقال لهم ان الاله اللي موسى راح يقابله هو ده العجل اللي هو من الذهب وهكذا، وراح بقى يستقصي عن القصه كلها اللي احنا عارفينها كلنا. ولكن انا جايه هنا اتوقف على المشاعر الانسانيه، مشاعر الغضب اللي ربنا حكاها بدون اي خجل، بيحكيها عن النبي كليم الله اللي لسه راجع من رحله كان فيها بتتنزل عليه التوراه، وراجع ومن كتر غضبه ما قدرش غير ان هو راح حادف التوراه في الارض، ما لمش عليه وحكى الموضوع وسرده زي ما حصل. لما بنشوف حد غضبان اتعصب قوي زي عن اللزوم، وصل لمرحله كبيره من الغضب، انت بتحتويه ازاي؟ بتقول له ايه في اللحظه دي؟ بتعمل ايه علشان خاطر يطلع من الحاله دي ويبدا بدل مشاعر الغضب ما هي مسيطره عليه يبدا يسمعك؟ تبدأ تكلمه بإيه؟ اعمل زي ما سيدنا هارون عمل، بدأ يكلمه بالحنية. يا ابن أمي، بيفكروا بمين؟ بأمه، ما قالش أنا أخوك. فكروا بإيه؟ بالأغلى بقى، الأم. وسيدنا موسى طبعا كان بيحب أمه جدا، فلما سمع هدى. فإذا ربنا بيعلمنا انت ازاي في موقف غضب وحد قدامك مش شايف قدامه، ازاي ممكن تحوله من حالة تانية خالص، يبدأ يسمع ويهدى وتبدأ الحكمة تطلع. جرب كده، لو لقيت حد غضبان قول له انا فاهمك، انا حاسس بيك، انا عارف ان انت متضايق دلوقتي. شوف قد ايه الشخص ده هيتحول من الحالة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كانت بداية الآية ايه؟ ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شخص اللي في حالة غضب ما نزودش غضبه اكتر، ناخده بالراحة، نقول له احنا فاهمينك، انا فاهمك، طب تعالى اتكلم، طب عبر عن نفسك. ساعتها هيبدأ مخه يشتغل ويبدأ يشوف الصورة كاملة.